مساء الفل. في حد كان بعت بيسألني بيقول لي بفكر أجي أمريكا بهجرة غير شرعية. كنت أنا عامل فيديو يعني وبتكلم فيه عن قوات ايس والناس اللي بيرحلوهم وكده. فبيقول لي أنا جاي عايز أجي أمريكا هجرة غير شرعية. فسألته قلت له طيب أنا سيبك من الكلام يعني من رأيي أنا، أنت رأيك إيه لما أنت سامع إن الناس بتترحل وبيرجعوهم يعني؟ فقال لي أنا حاول يعني. طيب ردا على سؤال حضرتك واللي زيه ناس كتيرة، مع الأسف أنا يعني بقيت بقرا التعليقات دي في كومنتات في جروبات كده وبضحك. يا جماعة، قوات ايس رحلت لغاية النهاردة 11,000 مهاجر غير شرعي. سليم سليم. الأسبوع اللي فات في 4 مصريين يعني الله يرحمهم توفوا وهم بيحاولوا يدخلوا أمريكا بشكل غير شرعي على أحد سواحل الدول. قبلها بفترة ما حوالي شهر، تقريبا شهر ونص، في أسرة مصرية بالكامل اتوفوا نتيجة المهربين بتوع اللي كانوا المكسيكيين قتلوهم. فيعني عايز اقول لحضرتك، انت عاوز تاخد الريسك ما تجيش تسألني. انت عاوز تاخد الريسك ده ما تجيش تسألني، بس لازم يبقى عندك عقل وتبقى عارف ان البلد في الوقت الحالي بترحل الناس. افرض انت خدت الريسك ده يا سيدي وعديت بالسلامه ودخلت، انت متخيل يعني ان هيدوا لك الجرين كارد ويقول لك اهلا وسهلا بيك ويلكم تو ذا يونايتد ستيتس اوف امريكا؟ بلاش سذاجه يعني بلاش سذاجه. يعني انت بتدفع للمهرب اكتر من مليون جنيه بالمصري عشان تيجي تموت في امريكا هنا، او على الاقل يرحلك ويرجعك تاني مره تانيه بلدك. يا جدعان خلوا عندكم عقل بقى، بلاش استهتار وبلاش تهاون بارواحكم يعني اللي يخليك تدفع مليون جنيه او تتداين بالمليون جنيه دي عشان تيجي امريكا هنا وانت معرض يا اما خطر الموت يا اما خطر الترحيل. ما هو كده كده مش هيدي لك ورق. كده كده اي حد داخل دلوقتي بهجره غير شرعيه مش هتاخد ورق. اتمنى يا رب تكون وضحت للناس يعني. يلا يومكم سعيد.